ولقد كان العجب عندما عقد التلفزيون البريطاني حلقة منذ شهر مضى استدعى فيها نخبة من اصحاب الاقلام والفكر، حضرها الصحفي الاوحد محمد حسنين هيكل ومحمد سيد احمد الشيوعي ومندوب من الامن القومي الامريكي. فماذا قال الثلاثة عن الاسلام؟ اسمعوا ماذا قالوا عن الاسلام. قال مندوب الامن القومي الامريكي ان الاسلام يمثل الان ثلث سكان العالم ويحتل ثلث مساحة الارض، وانه ينتشر ويزداد كل يوم لانه دين يخاطب العقل ويتمشى مع المنطق، ولذلك ما من يوم يطلع فجره الا ويزداد الاسلام انتشارا. فماذا قال صحفينا؟ ماذا قال السيد هيكل؟ قال مدير الحلقة: فما رأي الأستاذ هيكل بوصفه من المسلمين؟ أترى أن الإسلام سينتشر؟ ثم أترى أن المسلمين ستقوم لهم وحدة على وجه الأرض؟ قال السيد هيكل بالحرف الواحد: أما أنا فأرى أن الإسلام لن ينتشر ولن يتحد المسلمون، وأسأل الله ألا يأتي هذا اليوم. هذا هو المسلم المصري الذي أكل من خير الإسلام وتوجه إلى قبلته موسكو أو لندن أو واشنطن. أما سيد أحمد الشيوعي الملحد الأحمر فقال إن الإسلام يشكل خطورة على الأمة العربية. الإسلام يشكل خطورة على الأمة العربية، ويجب أن يقبع الإسلام قبل أن يزداد خطره. من قائل هذا الكلام؟ محمد سيد أحمد. ويا للأسى، يا للأسى عندما أرى صحفيا مصريا يتوجه إلى ألمانيا في عام 1950 ويجلس مع أحد رجال الفكر الألمان ويدور الحديث بينهما عن الإسلام، فيقول الصحفي إن الإسلام هو الذي أخرنا. هكذا يقول الصحفي المصري المسلم، استغفر الله، المتمسلم، يقول إن الإسلام هو الذي أخرنا. يا مسلما يدعي الإسلام مجانا، هل أقمت على دعواك برهانا؟ فقال له الصحفي الألماني: عجبت لك يا أخي، الإسلام هو الذي أخركم. تعال معي لنزور أحد المستشفيات في مدينة برلين. وذهب إلى برلين ودخل أحد المستشفيات وتوجه إلى غرفة العمليات، وإذا على بابها قد كتب: ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا
فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. القائل محمد بن عبد الله. يا للأسى، يا للأسى، يا حسرة على العباد. قال الألماني للمصري الجحود الكنود: أتعرف محمدا هذا؟ قال المصري: إنه نبينا. نبينا، نبي الإسلام الذي تدعي زورا وبهتانا أنه أخر بلادكم. قال الألماني هذه العبارة الحزينة: يوسفني يا أخي أن يكون جسد الإسلام في بلادكم وروحه في بلادنا. نعم، هناك صدق وهناك أمانة وهناك نظام، وهنا غش وهنا كذب وهنا نفاق، هناك رأي وهناك حرية وهناك تمحيص. والأمة العربية انشقت على نفسها واصبح حالها كحال الغنم الشريدة في الليلة الشاتية، والمسجد الأقصى يبيت يشكو لربه ظلم العباد. أمة بلا قرآن لا تساوي شيئا، وأمة بالقرآن تساوي كل شيء. وأصبحت صحفنا اليوم تبكي وتتباكى لأن رئيس باكستان محمدا ضياء الحق، أسأل الله أن يجعله ضياء وأن ينصر به الحق، فقد أقام للإسلام دولة في باكستان. أمر بإقام الصلاة في المصالح، وأمر كل مدير أن يكون إماما لرجال المصلحة عندما يؤذن المؤذن بالصلاة، وألغى الربا من البنوك، وحرم الخمر وبيعها وشربها. وبعد ذلك تباكت صحفنا اليوم لأنه نفذ حكم الله في رجل خرب البلاد اسمه بوتو. تباكت صحفنا، لماذا نفذ فيه حكم الإعدام؟ لماذا لم تتباكوا عندما علق رأس عبد القادر عودة في حبال المشانق؟ لماذا لم يجرؤ سائل أن يقول لماذا شنق سيد قطب؟ إن من الجرائم التي لا تنسى. اسمعوا ودعوكم من الذين يقولون لكم ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم. صوموا ولا تتكلموا إن الكلام محرم. إن قيل إن نهاركم ليل فقولوا مظلم، أو قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقموا. اسمعوا ماذا يقول زعيم إسرائيل. اسمعوا الأهداف الثلاثة. هذا الهدف الأول جاء ليجعل من مدينة القدس عاصمة لإسرائيل مدى الحياة، ولن يقبل التفاوض بشأنها، بل ولن يقبل أحدا يردد اسمها على لسانه. هذا أمر مفروغ منه. ومدينة القدس هي مدينة المسجد الأقصى، أول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى سيد الخلق
يعلن بيج انه لن يقبل الكلام حول هذه المدينة. وانا من هذا المكان احمل 1,000 مليون مسلم مسؤولية عدم تخليص المسجد الاقصى من ايدي اليهود. المسجد الاقصى يرفع يديه باكيا وصارخا ومولولا يقول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. 1,000 مليون مسلم في مشارق الارض ومغاربه، وسيرس فلس لن يعيد المسجد الينا، وامريكا الصليبية لن تسمح بفك اعتقال المسجد الاقصى، والمفاوضات لن تعيد المسجد الاقصى. اذا فمن الذين يعيدونه؟ شباب يتربى على عقيدة لا اله الا الله، شباب يربى في معسكر التوحيد، لا اقول في معسكرات سب الدين ولا في معسكرات احتساء الخمور، انما شباب يربى في معسكر التوحيد، ثم يسلح بالتقوى، ثم يزود بالحديد والنار، وينطلقون الى هناك في صورة فدائيين، بحيث يكون شعار احدهم اذا صدرت اليه الاشارة انه اذا ذهب الى هناك فلن يعود الى هنا، انما سيعود الى الجنة. الجيوش النظامية لن تعيد المسجد الاقصى، ان الذي يعيد المسجد الاقصى شباب يؤمن بالله ويؤمن بلقاء الله، هدفه العودة الى الجنة ليعقد عقد بيع وشراء مع الله، ليس هدفه وسامة ولا نيشانا ولا نصرا ولا ضدورة، انما يذهب من هنا املس الذراعين والكتفين، ولكنه مليء بتقوى الله ليعقد مع الله عقد بيع وشراء. الله سيعطيه الجنة ويشتري منه نفسه وماله. وهذا العقد يسجل في 3 محاكم: ابتدائية وكلية واستئناف عال. قال الله تعالى وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن: ومن اوفى بعهده من الله لا احد.